نعم مشاهدينا، نحن الآن أمام منزل الرئيس الأمريكي ترامب، ونظن أنه داخل المنزل. هنا من واشنطن الآن تصلنا هذه الأخبار العاجلة للغاية. المتظاهرون يشعلون النيران حول منزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهجوم بالحجارة على السيارة الرئاسية. الشوارع تغلي والهتافات لا تتوقف، والآلاف يتدفقون من كل اتجاه. مظاهرات اليوم لم تكن عادية، بل كانت موجة احتجاج عارمة امتدت من العاصمة إلى عشرات الولايات والمدن الأمريكية تحت شعار واحد يتردد بقوة: لا للملوك. هذا الهتاف الذي بدأ من الساحات الرئيسية تحول إلى صدى اجتاح البلاد بأكملها، من واشنطن إلى دالاس، ومن مدن الشمال إلى الجنوب. خرج ملايين الأمريكيين في أكثر من 3000 مظاهرة خلال يوم واحد فقط، في مشهد يوصف بأنه من أكبر موجات الاحتجاج في السنوات الأخيرة. الرسالة التي يرفعها المحتجون واضحة وصريحة: رفض سياسات ترامب ورفض المسار الذي يرون أنه يدفع البلاد نحو مزيد من الأزمات. الشارع الأمريكي اليوم لا يحتج على سبب واحد فقط، بل على مجموعة أسباب تراكمت حتى انفجرت في لحظة واحدة: ارتفاع الأسعار، سياسات الهجرة، والحديث المتصاعد عن حرب جديدة. هذه العوامل مجتمعة فجرت الغضب الشعبي ودفعته إلى الشوارع بهذه الكثافة. أحد المتظاهرين قال لنا بصوت غاضب وسط الحشود: علينا أن نفعل شيئا، لا يمكن أن يستمر ترامب على هذا النحو، البلاد تسقط. وفي العاصمة واشنطن تحديدا تجاوزت المطالبات مجرد الاحتجاج على السياسات. هنا ارتفعت بعض الأصوات إلى مستوى أكثر تصعيدا، مطالبة بمحاسبة الرئيس وأركان إدارته، معتبرين أن البلاد تدار بطريقة تزيد الانقسام الداخلي وتفاقم الأزمات الاقتصادية. الكثير من المحتجين يربطون بين ارتفاع الأسعار وبين أي تصعيد خارجي، ويقولون إن المواطن الأمريكي يدفع الثمن مباشرة. أحد المشاركين قال لنا: كل شيء يزداد سوءا، الدخول في حرب جديدة مع هذا الغلاء يبدو وكأنه صفعة للأمريكيين، لهذا خرجت اليوم لأقول إن ما تفعله الإدارة غير مقبول. وفي دالاس تحولت التظاهرات إلى توتر ميداني بعدما اندلعت مواجهات كلامية واحتكاكات بين محتجين ومؤيدين لترامب، ما استدعى تدخل الشرطة لاحتواء الموقف ومنع اتساع الاشتباكات. أما في مينيسوتا فقد خرج الآلاف في مظاهرة كبيرة حملت شعار "معا نحن أقوى", وكان مضمون رسالتهم واضحا: لا نريد حربا ولا نريد دفع ثمن سياسات خاطئة بلا خطة واضحة. ومع اتساع مظاهرات لا للملوك في أكثر من ولاية، ومع مشاركة أعداد ضخمة في الشوارع، يبدو أن هذه الحركة الاحتجاجية تتجه لتكون عامل ضغط سياسي قوي، خصوصا مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس. المحتجون يرون أن هذه الاحتجاجات ليست مجرد هتافات، بل رسالة مباشرة: رفض للحرب، رفض للغلاء، رفض لسياسات الهجرة، ورفض لمسار سياسي يعتبرونه خطرا على مستقبل البلاد. هنا من واشنطن يمكن القول إن الشارع الأمريكي يعيش حالة غليان غير مسبوقة، والمشهد مرشح لمزيد من التصعيد في الأيام القادمة.